أهلا بكم في قراءة جديدة للصحف الوطنية الصادرة يوم الجمعة 5 شتنبر 2014. وفي عناوينها أخبار اليوم تكتب: تقرير أممي أسود يتهم السلطات الأمنية المغربية بانتزاع اعترافات تحت التعذيب. يومية المساء: الوردي يوقف 3 أطباء بالعيون بسبب وفاة سيدة حامل. أما الصباح فاخترنا لكم منها عنوان يقول: غموض يلف حادث سطو مسلح. في التفاصيل قالت يومية أخبار اليوم: تقرير أممي أسود يتهم السلطات الأمنية المغربية بانتزاع اعترافات تحت التعذيب. طالب بمراجعة قانون الإرهاب والتوقف عن الإدانة بناء على الاعترافات فقط. التقرير قدم صورة قاتمة عن ظروف الاعتقال وعن ممارسة التعذيب، تقول أخبار اليوم، خصوصا عندما يتصل الأمر بقضايا مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب والانتماء إلى الحركات الإسلامية. على رأس الصفحة الأولى لجريدة المساء نقرأ: الوردي يوقف 3 أطباء بالعيون بسبب وفاة سيدة حامل. المتوفاة خضعت لعملية قيصرية بمصحة خاصة من طرف أطباء المستشفى. التحريات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة كشفت أن الطبيبين اللذين قاما بهذه العملية يشتغلان بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي، وقاما بتوجيه السيدة الحامل إلى المؤسسة الصحية الخاصة لإجراء تلك العملية قبل أن يفاجأ بنزيف دموي حاد ويقرر توجيهها إلى المستشفى العمومي. أما على يومية الصباح فنقرأ: غموض يلف حادث سطو مسلح. شرطة سلا أوقفت 5 مستخدمين بالمحطة يشتبه في تواطؤهم مع أفراد العصابة. أكبر مناورات عسكرية أمريكية في إفريقيا تنطلق من أكادير يناير المقبل. عنوان ثاني نقرأه من أخبار اليوم يقول: الجيش الأمريكي يبحث عن مترجمين تحضيرا ل3 أشهر من المناورات بالمغرب. ثاني عناوين المساء يقول: خطير، المافيا تغرق البيضاء بأسماك صينية منتهية الصلاحية. مطاعم معروفة تشتري قمرون المجمد ب30 درهما عوض 120 درهما. ومن نفس الجريدة نختار لكم عنوان يقول: السباق الانتخابي يربك أجندة الحكومة. حداد: الدخول السياسي يتزامن مع سنة انتخابية وتعثر الأداء الحكومي سببه الصراعات الداخلية. وزير السياحة قال أن الأولويات الأساسية للأغلبية الحكومية تقوم على قاعدة التحضير للقوانين الانتخابية، منها نصوص تتعلق بالجهوية والانتخابات الجماعية ومدونة الانتخابات. صحيفة الناس عنونت مقالا على صفحتها الأولى بمقتل صهر عائلة الحدوشي في هجمة أمريكية بالعراق. يتحدر من مارتيل وهاجر بعد زواجه ب3 أشهر دون استشارة الحدوشي. وفي عنوان آخر نقرأ من صحيفة الناس: الCDG مسؤولة تصاب بحالة إغماء أثناء التحقيق. الخبر ينقل عن موقع إلكتروني أن المدراء والمسؤولين في الشركة الذين وجهت لهم أصابع الاتهام في هذا الملف خضعوا للاستنطاق التمهيدي من 10 صباحا إلى حدود 9 ليلا على خلفية الفضائح والتلاعبات التي شابت مجموعة من المشاريع العقارية التي تشرف على بنائها وتجهيزها. سابقة: الرباح ينحني للأتراك ويقيل جميع المسؤولين الذين كشفوا الغش في طريق أسف السيار. عنوان كتبته الأخبار وأضافت: الأخبار تنشر الوثائق الرسمية التي تكشف تلاعب الشركة التركية في المواد الأولية. الجريدة فتحت تحقيقا في الموضوع أفردت له صفحة كاملة. ومن الأخبار الرياضية نقرأ من يومية الأخبار: هل ينجح المغرب في تنظيم النسخة الثانية لكأس العالم للأندية؟ الفيفا يحدد معايير اختيار 500 متطوع والتزامات مهنية يرجع تربكه في التحضير للتظاهرة العالمية. بالخبر الرياضي ننهي جولتنا على صفحات الجرائد الوطنية لهذا اليوم، ونودعكم على أمل اللقاء في قراءة قادمة.